باش نحكيو على ان كا بارتيكولي اللي هو سجين اسمه كمال، وعندنا تقرير حول هذا الموضوع. كيف نحبوا ناخذ شهادتك حول هذا السجين كمال، لكن قبل هذا هات نرجعوا في تقرير وشهادات مجموعة أخرى من الشخصيات السياسية الوطنية وبعض آراء المواطنين التوانسة بخصوص ثورة 14 جانفي. هذه الأحداث وقعت بين الساعة 1 والساعة 2 ظهرا. والله من ماضي ساعة لساعتين كانت معناها الشباب ولاية القصرين كلها كان في الشارع، كان ما تلقاش حتى واحد في الدار، الناس كلها كل واحد في مسيرة. كانت ثم مسيرة كبيرة ياسر متجهة نحو الولاية، ثم بعض المسيرات في بعض الأحياء معروفة، حي الزهور، حي النور، حي السلام. كنت معاهم كما الشباب الكل. ماضي ساعة ونصف بالضبط عندي لا اله الا الله محمد رسول الله قضية أكيد نذكرها في شارع التوفيق. قررت باش نهبط، خرجت كهربتي من الجراج وهبطت لشارع التوفيق، شارع كبير هذا في حي الرياض. فهمتني، ما راني بصراحة بحذا قهوة اسمها قهوة الجمهورية، سامحوني على البوب. فهمتني، ثم عوان متاع أمن بون بالماسك متاعهم، ما تعرفهمش، ناس قاعدين في قهوه معناتها رجال كبار وناس محترمه وناس مسالمين، ما همش البرة يعملوا في مظاهرات ولا يضربوا ولا يعملوا في اي حاجه، قاعدين كما هكا وجاوا ديريكت بالمطراك ويضربوا في العباد ويسبوا فيهم. احنا هبطنا للجبانه، ترحمنا على الشهداء نتاعنا، مع العلم انه اخر شهيد نهار 12 جانفي في وجدي ساحي، الله يرحمه ويرحمهم الكل. باهي بعدين تلمت العباد الكل وسط البلاد، فهمنا، والناس الكل خبز وماء وبن عليلة الثورة حتى النهاية. صبرك في تالا نحفر قبرك. هذه الأحداث وقعت بين الساعة 1 والساعة 2 ظهرا. من ماضي ساعة لماضي ساعتين كنت ندور على المؤسسات الموجودة موجودة في وسط البلاد اللي تخربت، كيف مراكز الأمن، كيف مؤسسات العمومية اللي تخربت ثماكينة، وكنت ندور ونشوف ونلاحظ ونصور ثماكينة ونهبط فيها في الليباج اللي نشطوا أيام الثورة. تهافت الشعب التونسي نحو شارع حبيب بورقيبة، وبدت التجمعات تتجمهر بأعداد كبيرة على الساعة 1 أمام وزارة الداخلية. كانت ألوفات بالمئات، قول يعني حقيقة ما تعرفش شكون اللي بحذاك ومع شكون قاعد. ونتذكر وقتها كلمني الأستاذ مختار التريفي بالتليفون وقال لي راهو وزير الداخلية طالب منك تقول لأصدقائك يمشيوا من قدام الداخلية. أنا استغربت الحقيقة، استغربت الطلب، ويقول أتوا نسيبوا حمل همامي، كل الأصدقاء ينسحبوا تو نسيبوا حما، لأنه فما منادات كذلك بإطلاق سراح حمل همامي. المشكل أنه يعني كان كأنه شانتاج، كل الأصدقاء يمشيوا توا نسيبوا حمل همامي. قلت له أنا يلزم يسيبوا حمل همامي ويسيبوه حالا، لأنه هو ظهر لي قال لي بعد نهارين نسيبوه. قلت يلزم يسيبوه حالا، وأنا ما عنديش باش نقول للناس ينسحبوا من قدام الداخلية. كنا مروحين ديجا من المظاهرة الكبيرة خارج في القصرين، مروحين على رجلينا من الولاية ومازلنا ما وصلناش ديجا، خاطر دورنا القصرين الكل دورناها حي حي شارع شارع وفول كبير ياسر، القصرين الكل بكل الشرائح الاجتماعية وكل الفئات العمرية. خرجنا ديجا في الوقت هذاك، كنت براسي قدام معمل الحلف مروح من المظاهرة اللي وصلت للولاية اللي شاركوا فيها الناس الكل، لطيف السياسية الكل، وشاركت فيها الشرائح الاجتماعية الكل. ومازلت نمشي ديجا ماضي ساعة، مازلت في وسط البلاد، مازلت ما في باليش باللي سيناريو اللي باش يحصلوا بعد مازلت. هذه الأحداث وقعت بين الساعة 1 والساعة 2 ظهرا.
ماضي ساعة للساعتين كانت هناك تجمعات كبرى في على طول الشارع وساحة الشهيد الآن محمد أبو عزيزي وأمام الاتحاد. هذه التجمعات كانت كلها بصدد النقاش وبصدد تبادل الآراء وطرح الآراء والعمل على إحضار ما يمكن أن نقوم به من الغد. ماضي ساعة غير ربع خرجنا من قدام الولاية في اتجاه مقر التجمع اللي هو قريب برشا لمقر الولاية، وغادي لقينا جيش لقينا باش يحمي المقر نظرا لأنه مقر عمومي والناس كل ما كسرناش ما حرقناش. شباب من شباب الطلبة من العمال اللي بطالة واللي ناس فدت واللي ما قاتش حتى لقاو نهارتها لقاو حسوا في الثوره هذه عندهم الشحنه المعنويه شحنه كبيره، وخرجوا الشحنه هذيك خرجوها وخرجوا هبطوا لونسينيا نتاع التجمع اللا ديمقراطي اللي على مراد الله وللاسف الشديد اللي قصينا منه الناس كل. وكان النهار هذاك هو بدايه بالحق نقولوا بدايه الثوره. والثورة نهارتها الناس ظهرت شمعتها ثورة. القصرين وقتها شبعت بالقتل، معناها قتلنا بين 8 و12 أكبر عدد من الشهداء في الثورة هذه المباركة. لذلك اللي نتذكرنا فقط أنه كان عند العباد الكل من غير مزايدة، النساء والرجال الكبار والصغار المثقفين وغير المثقفين، الناس الكل كان عندها إحساس أنه يلزمنا نكملوا. راهو إذا كان نحن ما كملناش راهي باش تقع إبادتنا إبادة جماعية. هذه الأحداث وقعت بين الساعة 1 والساعة 2 ظهرا. عودة اتصل بي الرئيس وقتلوا على الملف التلفزي وقال لي اعملوا ملف الليلة وغدوة وجيب مع المعارضة وجيب شكون قريب من السلطة. ومن بعد أعلمني وزير الدفاع عن إعلان حالة الطوارئ ابتداء من 5 بتاع العشية. من بعد سمعت باللي الرئيس خرج. تبعتها مع بعض من الرفاق معنا كيف حمد بن صالح كيف حمد بن مسيري كيف سي طاهر بوسام مثل اللي كنا يعني اتصال اما بالتليفون او جالسين مع بعضنا ونترقب في كل ساعة كل دقيقة مش كل ساعة كل دقيقة عندها وزنها وعندها يعني معنى حصادها من الأحداث التي كانت مترقبة وكان صداها في الأنفس. 14 جانفي الساعة 1 كنا بحذا المنطقة متاع الأمن في ولاية اليسرين في شارع الدولاب، خاطر ثم أولاد توقفوا في الأحداث حبينا نمشوا باش نخرجوهم بحكم ولاية اليسرين هي الولاية الأولى نسحب منها الأمن بعد الأحداث الدامية اللي صارت. جت مجموعة من الحرس على أساس باش توفر الأمن للجهة، ثم حساسية بين متساكني الجهة والأمن في الفترة هذيك. حبينا نمشوا نخرجوا المجموعة هذه متاع الحرس من المنطقة وباش نشوفوا الولاد الموقفين غادي على أساس باش خرجوهم ونهزوهم للمستشفى باش نشوفوا حالتهم الصحية وحالتهم النفسية والجسدية. هذه الأحداث وقعت بين الساعة 1 والساعة 2 ظهرا. هذه ساعة لساعتين وقتها مازال التالة خايطة برشا، مازال ثم عباد تعيط ومظاهرات، مازال موجود البوب، مشدد كبير ياسر بين أهالي مدينة تالة وبين عوان الأمن. شخصيا وقتها كنت نتفرج من الرومبوان، كان ثم حجر بين العباد وبين البوب. كانت عندنا اتصالات تقريبا في كل مناطق الجمهورية التونسية، يعني كان عندنا مخبرين فهمني، المخبرين نتاعنا سواء كان بالتليفون بالانترنت بطريقه مباشره، دونك عندنا نعرفوا اما احنا نتصلوا بهم ولا هما يتصلوا بنا في اقل خبر يكون غادي، واحنا طبعا مهمتنا هي رولي لانفورماسيون نخرجوها للاوساط الاعلاميه للمنظمات للتواصل بطبيعه الحال الى غيره، يعني كنا في عمليه التصاق دائم. يعني هذه الأحداث وقعت بين الساعة 1 والساعة 2 ظهرا. مع الأول جاني تليفون قالوا لي رم الطرابلسية هربوا، وهي اللحظة هذيك بدأوا يمشيوا للمطار ومازال ما شدهمش سمير طرهوني. قلت الأخبار البرشا ناس تلفتوا قالوا لا مستحيل وكذا. مع ماضي ساعة ونص صار تدخل باللاكريموجين للتشتيت، تشتيت الحشد.
مشينا قدام في شارع جون جوريس، قعدنا في قهوه، قعدنا نحلوا شنو الحدث، شنو بدات تتواتر الاخبار. سمعت لي ثم الفكره الاولى اللي قالوا اطلاق نار في المطار وكذا. اذا المساله ما عادش عاديه. قلت في خاطري ان المساله ما عادش عاديه، والحقيقه جريان الاحداث نهارتها كان اسرع من جريان الماء. كان عمل موحد الدنيا الاولاد كلها معنا في تالا ان ننظفوا اثار المغول، اثار البوب، اثار الفساد والوسخ وغيره وغيره، يلزمنا ننظفوا وقتها بلادنا. هذا بالنسبه حتى لمدة ساعتين. الناس كل كي تخرج وكل شيء وبقى اني معناها نتبع معناها كما نقولوا مباشر. اني كنت لبرا ما كنتش معناها سيرو لي شون في تونس، مي قعدت نشوف معناها فرحت ياسر كيفاش الناس الكل كي تجمعت قدام وزاره الخارجيه الداخليه، وكيفاش معناها الكل كي الناس الكل كي ايد واحده، وكيفاش ولاو معناها فريمون هذاك بكاني معناها المشهد. كيفاش حسيت بروحي فريمون فيير اني تونسيه برا معناها في فرنسا وقتها كنت في البريود هذيك، مي حسيت حاجه معناها قويه ياسر هكا. هذه الأحداث وقعت بين الساعة 1 والساعة 2 ظهرا. مشيت نعزي في الولاد، مشيت لدار مروان، بعد مشيت لدار غسان شنيتي، بعد طلعت بحذا حما صديقنا مفضل عنا وعزيز علينا، ومن بعد هبطت للسوق للقهوة. بعد كوميم طلعت دار جداتي، مشيت طليت عليها. بعد حوالي الساعة يعني الساعة 1 انتقلنا أمام مقر المعتمدية وأعلنا اعتصام مفتوح أمام مقر المعتمدية. وكان المطلب مطلب خاص يعني بمنطقة مزبوزيان هو انسحاب أعوان البوليس، يعني أعوان القمع اللي كانوا متواجدين بكثافة رهيبة جدا، يعني اللي والغاية كانت لإخافة المناضلين، لإخافة المواطنين. وكان مطلب آخر هو إطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة. شهد عملية انسحاب وعملية اقتحام لآخر معاقل أعوان قوات الأمن. تمت مواجهات بين المتظاهرين وأعوان قوات الأمن المرابطين قرب نزل أسايح أو بمكان يسمى قصر المعارض بسيدي بوزيد. كان أعوان قوات الأمن يرابطون هناك، انسحبوا وفروا. أيضا انسحب أعوان قوات الأمن بعد مواجهات دامية وشرسة جدا. الماضي ساعتين عسينا على المقرات نتاعنا، المقرات العسكرية والمقرات الأمنية نتاعنا كل كاع عسينا عليهم. هذه الأحداث وقعت بين الساعة 1 والساعة 2 ظهرا. سمعت ركض بوليسي الجار ويعيط ويقول له هجموا على وزارة الداخلية، هجموا على وزارة الداخلية، فهمني. وبداوا جماعة آخرين يقولوا سكر الباب سكر الباب، جماعة آخرين يقولوا وين العصي وين العصي، وكانوا هاربين ومتجهين حبوا يمشوا للطابق الأول، فهمتني. عاد جاء واحد منهم حل عليا، ايجي جاي قلت له حل فيه وبات، ايجي قلت له خي هاربين ومخليني، فهمتني، تهزونا معاكم الاخرى. خزر قال لي لا مش توا، مش ايجي شو مش توا. الحقيقة أنا وقتها شنو اللي في اللحظة هيك شنو اللي جا بالي بيني وبين نفسي، قلت شوفك المأساة. أيوة كان حرق وزارة الداخلية، أنا مش تحرق غادي فهمني. معناها واحد طول حياته يقاوم في وزارة الداخلية وفي الآخر يتحرق فيها، يستشهد في وزارة الداخلية. ماضي ساعتين قاعد في الحومة مع ولاد الحومة، مازال ما سمعنا حتى شيء. في بالنا كان بالبوابة خرج. ومع ماضي ساعة ونص قلت خويا هيا معناها نرجعوا للعائلة، خاطر زوجتي تتكلم فيها وحايرة وكذا، ومعناها الأمور ماهيش متهنية. وبعد جانا واحد قال راهم البوليسية بداوا يتحركوا فيها ماضي ساعة ونص قدام وزارة الداخلية، راهم الناس بدات تقرب لهم وبداوا واحد، ولكن جوسك لا ما سمعنا لا طلقة نارية ولا حتى شيء. هذه الأحداث وقعت بين الساعة 1 والساعة 2 ظهرا. سي أحمد فريعة طلبني عديد المرات، فطلبته قال لي سي مختار وين؟ قلت له راني في الهك. قال لي راهو الوضع خطير وكذا، وانا في الاثناء طلبت حد باش نفهم شنو الوضع. قال لي راهو محاصرين الوزاره وراهو حزب العمال الشيوعي لجماعه البوكت. قلت له شنو؟ قلت له شوف سي احمد، اولا الساعه
قال لي الاستاذ النصراوي جات مع مجموعه حبوا قلت له حمل همامي المفروض مش مشدود، المفروض تسيبوه. قال لي لا تو نسيبوه. قلت له الاهم انه تسيبوه. وقال لي راهو قاعد تجمعات تصير ويحاصروا في وزاره الداخليه. اتصلت بعد اذن بالعدد من الزملاء والاصدقاء اللي ونشطاء الرابطه اعضاء مديره كانوا موجودين في التجمع، واتجهت نحو التجمع وتحدثنا وانا ما زلت في الثنيه عاود طلبني قال لي وصلت قدام وزاره الداخليه شفت واحد شاركت في التجمع وتحدثت معاه خاصه المحامين والنشطاء على انه نتفاداو الاحتكاك بالاعوان اللي يحرسوا في وزاره الداخليه، انه نبقاو امام وزاره الداخليه ونتفاداو الاحتكاك. وتحدثت مع سي احمد دفريع عديد المرات يومئذ، كان باتصال بيا، اتصلت ايضا بسي عبد السلام جراد، اتصلت بالاستاذ احمد نجيب الشابي والاستاذ احمد ابراهيم وميا الجريبي لتنسيق الموقف، وخاصه وانه من خلال المكالمات تاع سي احمد دفريع المتتاليه وانه كان ثم تخوف من طرف وزارة الداخلية وأنه يتم الهجوم على الداخلية. هذه الأحداث وقعت بين الساعة 1 والساعة 2 ظهرا. ماضي ساعة لساعتين انطلقت المواجهات الأولى ما بين الأعوان الأمن الموجودين في شارع مدرسة شارع جمهورية والعباد اللي موجودين بحدى الولاية وبحدى التليكوم، وكان التحام رهيب ما بين النساء والرجال وما بين الكبار وما بين الصغار وما بين الناشطين السياسيين وما بين الناس اللي ما عندهمش علاقة بالسياسة أصلا، فهمت؟ كان التحام كبير، والالتحام الكل عنده هدف واحد هو إخراج أعوان الأمن في ذلك اليوم يعني من مدرسة شارع الجمهورية. هذه المظاهرة أو هذه المسيرة كانت ضخمة، وكانت تتكون من كافة شرائح متاع المجتمع المدني بلافتات، كأن معناها مهيأ لها، وهي معناها معناها هذه المسيرة هذه سبونتانية تلقائية كانت. ووصلنا حتى للمحكمة الابتدائية بالمستير، وأمام المحكمة بالمستير بعد ساعة تقريب الساعة 11 معناها انضمت لنا مع المسيرة جماعة القضاة وجماعة متاع والمحامين بالزي متاعهم، لابسين الزي متاعهم وعندهم لافتات وعندهم معناها تصاور وصور معناها حاضرة. ومن أمام المحكمة عملنا دورة من أمام معناها المونوبري ودورنا في مستير، وجينا قدام الولاية زاد قدام الولاية عملنا زاد كيف اعتصام أمام الولاية. الاعتصام هذا معناها دام معناها كثير في معناها دام برشا، دام تقريبا قرابة 3 ساعات تقريبا، وكانت مسيرة معناها كبيرة برشا. قمنا باعتصام، دامت الاعتصام ساعة أو ساعة ونص، ثم رجعنا إلى أمام مقر الاتحاد حيث أخذ كافة مكونات المجتمع المدني الكلمة، وكانت الشعارات ديجاج يا بن علي يا جبان زين نهرب وكذا، الشعار اللي غالب هو الديجاج. نسمع قناة المغرب الكبير. الليلة على نسمع